بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم آمنة أحمد. اليوم إن شاء الله هناخد جدول 12 بس مو بالضرب، هناخده بالجمع فقط. بما إنه كان في صعوبة لبعض الطلاب في الضرب، قررت إنه أحاول أجيب لهم فكرة الجمع فقط، لأنه الجمع سهل مرة فالكل يستطيع جمع الأعداد. نشوف كيف نغير الضرب إلى الجمع في الخطوات هذه. عندنا هنا الخطوة الأولى الآحاد زائد الآحاد نفسه، والخطوة الثانية عشرات زائد جمع الآحاد. الخطوة الثالثة نضع رقم آخر خانة في آخر خانة الناتج. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ نشوفه في المثال. عندي هنا هنشوف خطوة خطوة. هنبدأ بأول خطوة. الخطوة الأولى آحاد زائد الآحاد. نشوف المثال. عندي 12 ضرب 55 يساوي، هنسى انه هو ضرب، تمام؟ زي ما اتفقنا جمع فقط. هنا ايش عند الخطوة الاولى؟ آحاد زائد الآحاد نفسه، يعني هذه هي الآحاد هأجمعهم مع نفسه، يعني 5 زائد 5 نفسها هي هذه 5 زائد 5، تمام؟ كم 5 زائد 5؟ 10. هنضع 0 ونطلع بالواحد، ما ننسى الواحد هذا الاحتفاظ. هنا عندي 0، بس كمان في نفس الوقت لازم أنا أعرف إنه الآحاد جمع الآحاد هو 10. جمع الآحاد هو إيش؟ هو 10. جمع الآحاد هو 10. هكتب 10 هنا علشان هحتاجها في الخطوة اللي بعدها، تمام؟ عندي هنا جمع الآحاد 10، وضعت 0 طلعت بالواحد. هنروح الخطوة الثانية، يعني إيش؟ عشرات زائد جمع الآحاد. عندي عشرات هذه هي 5 زائد جمع الآحاد، هذه 10 جمع الآحاد، يعني 5 زائد 10 كم؟ 15 زائد هذا الواحد كم صارت؟ 16. يلا هقول 6 ومعاي واحد احتفاظ. الخطوة اللي بعدها اللي هي الخطوة الثالثة، يعني ايش؟ نضع رقم آخر خانة في آخر خانة الناتج. يعني ايش هذا الكلام؟ يعني آخر خانة عندي هذا العدد اللي أعطونه هو خانتين فقط، يعني آحاد وعشرات. آخر خانة هي خانة العشرات، يعني هذه 5 المفروض أضعها هنا، بس عندي هنا واحد احتفاظ، فحأقول 5 زائد هذا الواحد 6، أضع 6 هنا. وكده أنا أكون خلصت. يعني 12 ضرب 55 كم؟ 660. 660. أركز هنا في الخطوة الثالثة هذه، قال لي نضع رقم آخر خانة في آخر خانة الناتج. يعني مثلا إذا كان عندي العدد من 3 خانات، فما حأقول إنه هذه العشرات أضعها هدول خانتين، فآخر خانة هي هذه العشرات وضعتها في آخر خانة الناتج، هذه آخر خانة الناتج. بس كان عندي واحد احتفاظ من الخانة اللي بعدها، فصارت بدل ما تكون 5 صارت كم؟ صارت 6. عندنا تمارين حنتدرب عليها وإن شاء الله تعجبكم، بس التمارين ما فيها احتفاظ، أسهل التمارين اللي ما عندها احتفاظ. أنا بديت بهذا التمرين لأنه الرقم كبير شوية، فقلت
أعطيكم المثال الأول في الرقم الكبير، وإن شاء الله الآن هأشرح لكم باقي الأرقام. 12 ضرب 22 يساوي، هاخد أنا جدول 12 بس بالجمع فقط. هقول 2 زائد 2 4، 4 زائد 2 6، وأضع الاثنين هذه نفسها في خانة المئات، يعني 12 ضرب 22 الناتج 264. 12 ضرب 222. نبدأ من أول خانة، خانة الآحاد. 2 زائد 2 4. نروح خانة العشرات. 4 زائد 2 6. نروح خانة المئات. 4 زائد 2 كمان 6، وندع 2 المئات هذه في خانة الألوف. عندي 12 ضرب 222 الناتج 2664. 12 ضرب 33 يساوي، أقول 3 زائد 3 6. هذه خانة الآحاد. 6 زائد 3 لخانة العشرات. 6 زائد 3 كم؟ 9، وأضع عدد العشرات نفسه، يعني 12 ضرب 33 يساوي 396. 396. نرجع نكمل. إذا مثلا أعطوني 3 خانات مو خانتين، 12 ضرب 333. بنفس الطريقة، طريقة الجمع، هأجمع 3 زائد 3 يساوي كم؟ 6. 6 زائد 3 خانة العشرات 9. 6 نفسها زائد 3 خانة المئات 9، وأضع آخر عدد اللي هو في خانة المئات 300. طيب عندي 12 ضرب 333 الناتج 3996. 3996 من دون ضرب. عندنا 12 ضرب 44 يساوي، بنفس الطريقة هأنسى ال 12، أقول 4 زائد 4 8. 8 زائد 4 خانة العشرات 12. 2 ومعايا الواحد هذا حمل ما أنساه. عندي هنا 4 خانة العشرات نفسها لازم أضعها في آخر خانة، بس عندي حمل، هقول إيش؟ 4 زائد 5. يعني عندي هنا 12 ضرب 44 يساوي 528. عندي 12 ضرب 444. هنسى ال 12 بس هأجمع ال 444. عندي كم؟ 4 زائد 4 خانة الآحاد 8. 8 زائد 4 خانة العشرات 12. 2 معايا الواحد حمل ما أنسى. 8 زائد 4 خانة المئات 12 زائد 13. 3 معايا الواحد حمل ما أنسى. آخر خطوة اللي هي أضع 4 نفسها، بس عندي حمل هنا، هقول 4 زائد 5، يعني 12 ضرب 444 يساوي 5328. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب.